ولو هنتكلم على الفلوس فانا مش عايز اكسب ملاليم اخر الشهر، $100 و200 والجو ده. انا هدفي اكسب الافات الدولارات شهريا من ورا قناه اليوتيوب، ومن ورا حساب التيك توك، ومن ورا حساب التيك توك، ومن ورا حساب انستجرام. الحمد لله تعالى انا عملت كل ده قبل كده، وعملته بعد كده للناس، وبقالي فتره بنجح الناس وبخلي الناس تنجح وتتفوق في حياتها الشخصيه وحياتها العمليه، وبظبط لها شغلها وناسي شغلي. فقررت ان انا ابطل اشتغل للناس ولا عند الناس ولا مع الناس، واركز في شغل انا وبس. وده اللي هيحصل الفتره الجايه باذن الله تعالى، وده اللي انا كنت بخطط له بقالي فتره، ان انا اوقف الشغل للناس خالص ومع الناس خالص وعند الناس خالص، واركز في شغلي انا وبس، عشان انا الوحيد اللي استحق الشغل، عشان انا الوحيد اللي استحق المعامله الكويسه، عشان انا الوحيد اللي استحق ان انا ما اتقدرش ولا اتاذي ولا اتبهدل من شويه بهايم وخنازير، ناس عايزه تستغلك، ناس عايزه تنتهزك، ناس عايزه تتمصلح عليك، ناس عايزه تاكل حقك، ناس المصلحه بالنسبه لهم هي مصلحه من طرف واحد مش من طرفين، هما بس اللي كسبانين والباقيين خسرانين. ناس مليانين سلبيه ومليانين احباط ومليانين يأس ومليانين قله ادب، ومش هتاخد منهم غير قله الاصل وقله القيمه. فليه اتعامل معاهم اصلا من اساسه؟ وايه اللي يجبرني ان انا اقدر نفسي وازعل نفسي واضايق نفسي عشان شوية ناس خنازير مش فالحين غير في الشغل الشمال وبس؟ على المستوى الشخصي فهم كلهم أنجاس وأوساخ وعالم قذرة وناس شمال وكلهم أندال. فليه إن أنا أتعامل معاهم أصلا من أساسه؟ للمرة التانية أنا حاليا عايش العزلة، عايش الاستقلالية، عايش البعد، عايش التجنب، عايش الوحدة، عايش الخصام، عايش العداوة مع أي حد هيقل مني، مع أي حد هيقدرني، مع أي حد هيزعلني، مع أي حد هيحزني، مع أي حد هيحزني، مع أي حد هيضايقني، مع أي حد هيعمل لي حوارات أو مشاكل. انا مقاطعه للابد. من الاخر كده الناقص بناقص والباب يفوت جمل، وبركه يا جامع، وبطلنا اللي يعطلنا، واعتاب الندل اجتنابه. وخلاص يا ابني احنا شطبنا، خلاص بقى يا حبيبي. انا مش هقعد ادادي الناس، مش هقعد ادادي الناس. عشان ايه؟ مش عارف بصراحه. هل ان انا بكسب من وراهم فلوس؟ هل ان انا باخد من وراهم مصلحه؟ هل ان انا بتقدر؟ هل ان انا بيجيلي تقدير منهم؟ لا طبعا. في الحقيقه ولا بيجيلي منهم مصالح، ولا بيجيلي منهم فلوس، ولا بيجيلي منهم احترام، ولا بيجيلي منهم تقدير.